ليك لازم خبرك خبري. عمتي جميلة عطيتك عمره انه معقول يتمزح بهالموضوع. هلا ناجي تلفن وخبرني. نحن بهيدي المسرحية كنا عم نتوجه لكل العالم يلي عندها حرقة بقلوبها، يلي عندها وجع بقلبها لشي عاشته أو بخيالها أو ممكن كان عبالها تحققه بالحياة وما قدرت، خصوصا المرأة، بما أنه هيدي السنة هي سنة المرأة بالمسرح العربي. حبينا أنه نحكي شوي عن وجع المرأة بطموحاتها بحياتها بأمالها بالاشياء اللي ممكن تحب تحققهم وما تقدر بمحل معين. فهيدي المسرحيه موجهه لكل امراه ولكل شخص عنده هذا الوجع وحابب انه يحكي عنه، انه حدا يحكي له عنه. محترم وطبقت من فوق البنك تتفرجي على سلبيات النسوان اللي ورانا وما تكوني كسلانه يا صفا. جيتي ليه وجيباني جرايم جربت نصة قريص. ومسرحيتي مكاتيب من إخراج الأستاذ جهاد الأندري تقدمت خلال مهرجان المسرح العربي اللي يقام السنة بعمان الأردن. أنا بالحقيقة بلشت حياتي كطالب بمعهد الفنون الجميلة ودرست التمثيل، بس تحولت شوي شوي للكتابة لأني كنت بحبها ومش عارف، يعني بكتب بدون ما أفكر وبمثل بذات الوقت، وشوي شوي تركت التمثيل وتفرغت للكتابة لأنه هيدي حسيت العمل اللي أنا بستمتع فيه وبحب عيش فيه. وهيك من مسرحية لمسرحية وصلت للمطرح اللي أنا فيه اليوم، يلي هو المهرجان العربي اللي إلي الفخر إني أكون موجود فيه بعمان. يا رب يا رب البلاد كلها